يا خسارة، نامت اترحمت من اللي كنت هعمله فيها. طب اعمل ايه بس؟ اصحيها واعاقبها باللي عملته؟ وانا لو سبتها تفتكر ان انا هفوت كل حاجة بالسهل. طب بس يا رب اصحى الصبح الساعة 9 ملقاش البنطلون الاسود والجاكيت الاسود والقميص الابيض مغسول ومكوي والجزمة متلمعة ومحطوط فوقيها الشراب. طب هي تعرف ازاي ان انا عايز الحاجات دي الساعة 9 الصبح؟ انا مالي وانا هحمل همها بقى يا نصيبها. اعمل ايه اعمل ايه كمان؟ عارف شقاوة كافيه؟ طبعا اعرفه. بكرة الساعة 8:30 بالثانية تبقى هناك. فل فل الفل. بس والنبي يا موني بقى عايز اعرف حاجه، هو انا هعرفك ازاي؟ ايه الخفة دي؟ مش تبطل تتفرج على الافلام العربي القديمة اللي انت بتتفرج عليها دي؟ يبقى حط وردة سافرة في عروة الجاكيت وانا هعرف. موني يا حياتي، ساعات بتكوني لذيذه جدا وساعات بتكوني جدا. ها هتغلط؟ هكنسل كل حاجة واتبخر للأبد. لا وعلى ايه على ايه على ايه 8.5 بالملي هكون هناك. ايوه كده اظبط. باي باي. ايوه يا ماهي، بعت صاحبك بكرة على شقاوة كافيه الساعة 8:30. نروح امتى يا عبيطة؟ ماهي انتي نمتي؟ ايوه كده صحصحي معايا. ايه؟ خلاص يا حبيبتي، لو صعبان عليكي روحي له انتي لوحدك عشان اكسر دماغك. خشي نامي يا ماهي عشان انتي تقيلة قوي دلوقتي. باي. شد شوية يا علي وصحصح كده. انت رايح فين؟ تركب عربيتك وتيجي ورايا، انا محتاج العربيتين، هبعتك شوية مشاوير. سامعني يا علي؟ ايوه يا عم، حاضر والله حاضر. اتفضل انت بس وانا وراك على طول دلوقتي. هو جوز اختك وابنه رايحين فين بدري كده على الصبح؟ وانا ايش عرفني يا سمجاهد؟ انا عارف ان انت مش عارفه حاجه يا فالحه. طب بقول لك ايه، ما تروحي تبصي على اختك كده وتطمني عليها وتعرفي لنا منها ايه الحكايه. ما هو ما دام الراجل وابنه نزلوا بدري كده يبقى هي 100% صاحيه. قبل اختك التانيه ما تطب عليها. وانا هخش صح ابنك اخرة صبري، يمكن يعرف يتحرك ويعلق بنت خالته. حاضر. صباح الخير يا حسن. يا صباح الفل يا استاذ بديع. بص يا سيدي، النهارده هستنجد بيك في بوكيه من البوكيهين اللي هتعملهم لي عشان انا محتار فيه. تحت امرك. البوكيه الاولاني هتعمل لي ورد بلدي احمر على روز وتنسقه بشكل جميل كده. سهله. والتاني؟ ما هو ده بقى اللي انا محتار فيه. انا مش عارف اجيب لها ايه. طب هي انسه ولا مدام؟ سنا جدا لكن انسه. حاجه تحير صحيح، بس محلوله. ايه راي حضرتك لو تعمل لها حاجه خاصه كده سبيشال من البنفسج؟ برافو عليك. هات ورقه وقلم بقى. حاضر. اتفضل. الورد قفل من كسوفه لما شاف ورد خدود، وطبعا هتجيب ورد مقفل. طبعا طبعا يا فندم. التاني بقى هتكتب ليه يا منافسك بتبهج وانت ظهر حزين، قال انا رايح لست الحلوين. الله، ايه الشعر ده يا باشا؟ ايه الشعر ده؟ يلا قول لي حسابك كام بقى من غير ما تقول لي خلي عشان ما عنديش وقت. 150 جنيه بس يا باشا. ادي يا سيدي 100، ادي 170 يا باشا الف شكر. وهتدي الورد للشاب اللي قاعد في العربيه ده. حاضر حاضر. اوعى تلخبط في الكروت. يا فندم احنا بقالنا سنين بنتعامل مع بعض، عمري لخبطت كروت؟ لا. شكرا جزيلا. الف الف سلامه يا باشا. رعايه الله. شوف يا علي، هتستنى البوكيهات الورد تستلمهم وتحصلنا على المستشفى وتستنى في الباركنج لغايه ما ارن لك.
رنة واحدة تطلع بالورد البنفسجي، رنتين يبقى الورد البلدي. مفهومة؟ ماشي، رنه واحده بنفسك، رنتين يبقى الورد البلدي. ماشي. يلا، سلام. ما تأخرش. حاضر. وانا ايه اللي يصحيني بدري بس يا بابا والمحل مقفول عشان حالة الحداد؟ يا ابني الزمن بيجري وما عادش فيه وقت للنوم. احنا عايزين نسبق عطوة جوز خالتك ونفذ المشاريع اللي في دماغي مع جوز خالتك عبد البديع. اصحى اصحى يا حبيبي وركز معايا. انا بس كل اللي طالبه منك انك تميل دماغ منا بنت خالتك. بعيدا عن خططك وقبل اي حاجة، انا بحب منى بجد. جميل، هو ده المطلوب يا ابني. بس هي مش حاسة بيا خالص. يبقى نشوف العيب فين يا ابني، ندور ان شاء الله حتى تعمل فيها فرق علوز عشان تلفت نظر بنت خالتك ليك. خليك معايا يا ابني، ساعدني. كفايه عليا يمك اللي مش عارفه تاخد حق ولا باطل مع خالتك. حاضر حاضر يا بابا، بس من دلوقتي ما تتعشمش قوي عشان ما تصدمش في الاخر. تصبح على خير. الله، هي راحت فين؟ قصدك راحوا فين؟ لا، ما هو الست التانية اللي انت بتسأل عليها مشيت امبارح بالليل مع جوزها. جوزها؟ قصد اخوها، معلش اصل مطبقة من امبارح. من سمعك. المهم دولة هانم هنا. انا لسه مديها ابرة من شوية. انا بشبه على حضرتك، هو مش انت اللي كنت مع الحالات دي لما جت هنا؟ شوفيها لو سمحتي فين وطمنيني. حاضر. اهو وصلت اهي. على فكرة انا بفهم في الاصول وكنت هعمل كده بنفسي. صباح الخير يا دولة. صباح النور. انت كنت فين؟ كنت عند الدكتور النباتشي، عايزه اخرج، زهقت. على فكرة انا جاي لك وانا لسه زعلان منك. ليه بقى ان شاء الله؟ ما هو يا دولة تبقى في الأوضة اللي جنبك وما تسأليش عليا. يعني ايه؟ ما انا حصل لي زي اللي حصل لك بالظبط من فرحتي من اللي سابولي عمي. هو ساب لك كتير؟ مش مهم كتير ولا قليل. المهم انا فرحان جدا ان هو اعترف بغلطته معاكي، اعترف ماديا وادبيا. المهم انه فهم. بقى صعب حد يفهم في الزمن ده. بعدين بقى في اللخبطه دي دلوقتي، وقال رنه بلدي، رنتين بنفسك. ما قالش لما يتصل بقى ارد عليه ولا ارمي الورد اللي معايا ده ولا اعمل ايه بالظبط. ايه يا عبدو اللخبطه دي؟ احسن حاجه ان الواحد ما يستناش حاجه من حد، وكل واحد يقول يلا نفسي. ازاي يا دولة؟ وصلت الرحم اللي ربنا سبحانه وتعالى وصلنا بيها وهيحاسبنا عليها يوم القيامة. أحسن حاجة الناس تسأل على بعضها. ده حتى الواد علي ابني لما عرف إنك تعبانة قصد يجي عشان يقول لك الحمد لله على السلامة. يا علي. لا طنط دولة صحت خلاص. لا خليك عندك، احنا هننزل لك الباركينج. استعد بقى عشان تستقبلها. وهنوصلها معانا بالمرة. لا لا، مفيش داعي تتعبوا نفسكم. انا هطلب ليموزين ياخدني لحد البيت. والله ما يحصل. ليموزين وانا عايش على وش الدنيا؟ عيب يا بنت عمي. معلش هنبقى نتعاتب بعدين. اتفضلي. تعالى يا علي، سلم على طنط دولة. كسبت. الحمد لله على السلامه يا طنط دولة. الله يسلمك. اتفضلي. الله، البنفسج عامل زي البنفسج اللي كان في حوض الزرع الابلي في سراية جده الأرندلي الكبير. الله، ايه الكلمة الرقيقة دي يا بودة؟ دي حاجة من القلب يا دولة. ميرسي، شكرا. الله، الورد قفل من كسوفه لما شاف ورد خدودك. دي حاجة ما يعلم بيها إلا ربنا. الورد ده بتاعك يا علي. انا قلت انا كمان اجيب هديه طنط دولت. تقوم تكتب الكلام البلدي ده؟ انا اسف، هاخده ارجعه. لا لا لا، مفيش داعي. أنا هحطه على قبر عمي نوح الله يرحمه. الله يرحمه، هو يستاهل برضه. الحمد لله على السلامة يا دنيا. الله يسلمك. يلا أنا هعدي عليك آخر النهار تكون استريحت شوية. مفيش داعي تتعب نفسك. تعبك راحة يا دولة. يلا حبيبتي ادخلي. الشمس مضرة على البشرة.
عندك حق. أرفوار. أرفوار. ما تفكني انا من الحوار ده بدل ما ابوظ لك الدنيا. يا ابني انا مضطر لك غصب عني. بقول لك انت هتاخد من عربيتك هنا في حته بعيده، شمشم في الحته كده. عايزك تتقص لي على علاقه الدوله بجيرانها، اصحاب المحلات، باهل الحته. تعرف كل حاجه وتبلغني اول باول. طب انت رايح فين طيب؟ اكمل شغلي. طبعا. هانت يا سلم الضنا، يومين واقول لك الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم. خضتني. أنا آسف، ما كانش قصدي أزعجك. أنا كل غرضي أقول لك الحمد لله بالسلامة، نورت بيتك. الله يخليك. حلو أوي الورد ده. وزعوه عليكم في المستشفى؟ ليه؟ دار ايتام؟ من امتى بيوزعوا ورد في المستشفيات على المرضى؟ صحيح، خصوصا القرنفل ثمنه غالي. ده قرنفل؟ ده بنفسك. طبعا غالي. وبكام الصحبة دي؟ أكيد بمبلغ محترم يبوظ أي ميزانية محدودة. والله ما عنديش فكرة، أصله جالي هدية. هدية؟ ده من الأستاذ اسمه إيه ده قريبك؟ اسمه الأستاذ عبد البديع المحامي، ابن عمي، كتر خيره. جاب لي ورد وخدني بعربيته من المستشفى لحد هنا. طب وإيه يعني؟ مش ابن عمك؟ واجب عليه. أنا لو ابن عمك وعندي عربية كنت أجي لحد المستشفى وأخدك وأوصلك لحد هنا. انت لو كنت ابن عمي وعندك عربية وجيت تاخدني من المستشفى لحد هنا كان زمانك قاعد بتحسب تمن البنزين. هيبوظ الميزانية ولا لا؟ عن اذنك، انا تعبانة ومحتاجة ارتاح شوية. بعدين ما يصحش كده. الجيران يقولوا ايه لما يشوفونا واقفين نتكلم على السلم لوحدنا؟ يا ورد مين يشتري مش انا مديها اللي زيته حتى مفيد الهلالي وحتى. لو سمحت، ما تعرفش اللي اسمه الجوكر ده فين؟ قصدك غريب الجوكر؟ ايوه بالظبط. وهو اللي مرمي هناك ده والناس ملمومه عليه. انا عايز الشيطان، انا عايز الشيطان اللي بيقولوا صحى من النوم لقى اخته طفشت من الحته عشان اغز البطوه دي في مشاعره واريح كل اسره مستقره بالشيطان. يا لهوي، انت عايزه تشليني يا لطيفه؟ ما انا ما اقدرش افتحه في حاجه زي كده. وبعدين انا مالي؟ لا بقى يا اختي، ده مالك ومال عيالك كمان. معقول لحد دلوقتي ما تعرفيش جوزك ورث قد ايه؟ يا اختي ده انت رايقه قوي. هو في ايه ولا في ايه؟ ده الراجل من حزنه على عمه كان جرى ايه يا رتيبه؟ هو انت جايه على الصبح تتسلي عليا ولا ايه؟ لا بقى يا اختي، انت اللي اتغيرتي وما بقيتيش زي زمان. الاول سرك كله كان معايا، دلوقتي زوري بيتنبح معاكي وما بوصلش معاكي الحل. مع ان انت عارفه ان انا اختك اللي بتحبك واللي تتمنى لك الخير والسعاده من كل قلبها. ما تزعليش مني يا اختي، اصل انا زي ما يكون كده حاسه اني مضروبه على دماغي والدنيا معنداني. هو انا كنت ملاحقه عليك يا بديع وانت كده، لما كمان الدنيا تديك وتبقى مليونير والستات تجري وراك. طب واللي يلمعك ويروقك ويخلي ليكي شنه ورنه تعملي له ايه؟ ابوس ايديكي دليني. ده انا نفسي ارجع الفت نظره زي زمان. بقالي كتير قوي ما شفتش منه نظره شوق ولا نظره حنيه. بتبقى عيني في عينه كده وهو مش شايفني، ولو غلط مره وشافني يبقى عشان يبستفني او يلومني على عمله عملتها، مع ان كل اللي بعمله ده ببقى قصدي اسعده واهنيه. طب طرطقي لي ودانك بقى واسمعيني كويس. بليز ايه بس يا جناب الحكمدار اللي الانسان يروح لحد عنده برجليه؟ انت مش بتقول كانت نايمه في البيت وصحيت ما لقيتهاش؟ يا عليا دي اول مره، ما ياما صحيت من النوم ما لقيتهاش، ياما كانت بتشتغل عند المرحوم بتاعكوا ده. ولما هي مش اول مره يا غريب، كنت لام اهل الحاره وعامل قلق ده كله ليه؟ اعمل ايه بس يا جنابه؟ خليك معايا. صحيت من النوم لقيت انهار نزلت والواد بقله لامم عليا اهل الحته والديانه كلهم وجايين، اللي فاتح عليا قرن غزال واللي شايل سنجه واللي شايل سافوريا. ايه سافوريا دي؟ سافوريا دي حاجه يعني لا هي سنجه ولا سكينه ولا ساطور يعني، وجايين داخلين عليا بقى والشر طاق في عينيهم
فقلت اخدهم في دوكه، فاهل الحته اتلموا، فاضطريت اكمل في المفلمه دي عشان انقذ حياتي. على العموم حصل خير. اللي جنابه يعني انت ايه اللي جايبك لحد هنا برجليك بعد اللي حصل؟ هو مش انت السبب في انهيار الروح المعدنيه لانهار اختي لما كانت عندكم في القصر؟ ايوه بس ده كان سوء تفاهم وراح لحاله الحمد لله. هي مش برضه قالت لك انه راح لحاله خلاص؟ ولا عرفت استقطب منها جمله. بعد ما خرجت من المستشفى هبت من النوم، راحت لابسه هدومها ونازله. قلت لك خد يا بنت نهار، بنت يا نهار، خد يا بنت رايحه فين؟ وقالت لك رايحه فين؟ ولا عبرتني ولا حتى ردت عليا. انما لما ترجع لازم هترسيني على الفول. ولا مش بطلوا لها الابقى قاعد في البيت. انا ما قلتليش يعني هو جنابك جاي لحد هنا ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ انت جرى لمخك حاجه يا رتيبه؟ قناة فضائية ايه ومذيعة ايه اللي بتتكلمي عنه؟ وهي يعني فكرتي ماسم جاهد هو اللي فكر انه يقولس الاستاذ عبد البديع انه ياخد المخزن بتاع البيت ويحوله ابصر استوديو باين. وقال لي كمان ان انا العب في دماغك عشان تقدمي برنامج طبق اليوم في القناه اللي هيفتحها سي عبد البديع، بعد انت ما تقنعيه وتلعبي في دماغه انت كمان. قلبك ابيض، بقى انا اللي هلعب في دماغ بديع؟ رتيبة، هاتي من الآخر، قوليلي بقى جوزك ده غرضه إيه من المشوار ده كله؟ ما هو كمان هينوبه من الحدوتة دي جانب. أصل هو بيقول إنه عايز يبقى مذيع، عايز يعمل برنامج أبصر علاج للناس بالأعشاب، والناس بقى تكلمه بالتليفون على الهوا زي ما بنشوف، وهو يوصف لهم ياخدوا أعشاب إيه. ده هم يضحك وهم يبكي. بقى مجاهد عايز يعمل مذيع ويعالج الناس في برنامج؟ ده ساعتها نقابة المحامين بالمحامين اللي فيها كلهم ما يكفوش يدافعوا عنه بعد الكوارث اللي هتحصل للناس بسبب العلاج ده. والله بقى كل واحد وعقله عاجبه على حاله. اتفضل يا غريب، هدية مني ليك. باشا والشكل بحشش. صاحب مزاج يعني. ما الدماغ اللي ملهاش في المزاج يا باشا تستاهل قطعها. ما شاء الله، فيلسوف كمان. انا مش عارف ليه يا غريب، انا من ساعة ما شفتك وانا مستني. يا جناب قول كلام غير ده. ده انا هما مرتين اللي شفتك فيهم، مرة كنت عايز تسلمني تسليم اهالي، والمرة التانية ثبتني بالفرد بتاعك، وبعدها شالوك مرابع على الاسعاف وودوكوا المستشفى، ومن طيبة قلبي جيت وراك لحد المستشفى عشان اطمن عليك. ما هي طيبة قلبي دي يا غريب اللي شداني عليك. مش انت ابن بلد؟ ولاد البلد يقولوا ايه؟ يقولوا تيت تيت خلص الشريط. بس يا غريب، ولاد البلد يقولوا ما محبة الا بعد عداوة. ماشي، الله يكرم اصلك. حلو. من هنا ورايح يا غريب عايزك تعتبرني اخ. لو عوزت اي حاجه هتكلمني على الموبايل اللي انا هديك نمرته دلوقتي، تقول لي عبد البديع يا اخويا انا عايز كذا، في غمضة عين هتلاقي حاجه. لا يا جناب يعني ساعتك فاجئتني، انت بتتكلم بجد؟ جرب وشوف. طب يا عبد البديع اخويا يعني انا كنت عايز حته موبايل نضيفه كده عشان لو احتجت حاجه يعني اكلمك من عليها. غالي والطلب رخيص يا غالي. اتفضل، احدث موبايل وبالخط بتاعه. ايه ده الحكايه بقى بجد يعني مش اشتغاله؟ هي الموبايلات عندي معاليك بالزوفه كده؟ لا ما هو ده الخط التاني بتاعي، بس احنا خلاص يا غريب دلوقتي اخوات، مفيش فرق بيني وبينك. يلا جربه. جربه ازاي؟ يعني اطلب اي حاجه، يعني مثلا اطلب اختك شوفها فين جايه امتى. صحيح، اما اشوف البت دي راحت فين. بس هو رقمها فين وانا حطيته في التسريحه ولا عند الازازه؟ لسه هتفتكر ولا يا جنابه وانت رجعت في رايك ولا ايه؟ عيب يا غريب ارجع في رايي ايه؟ انا هنقل لك بس النمره عشان تعرف تكلمها هنا على كده ماشي. قول الو. الو. نونا. مين ايه يا بنت؟ ده انا اخوك غريب، هو انت ليكي حد غيري؟
بكلمك من شارع ايه؟ ده انا بكلمك من الموبايل بتاعي. اسألها هي فين، جاي امتى، اطمن عليها. بقول لك ايه، انا هقفل وكلميني انت عشان الكارت ما يشعرش من اولها. لا 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 ده مش كارت، ده خط. السهل اللي طلع خط. ثانية واحدة يا نونة. خط يا جناب، وده كده ألعن، ده انا هتحبس من اول فاتورة. تتحبس وانت معاك واحد من اشطر محامين البلد؟ عيب عليك يا غريب. اطمن انت بس على اختك وشوف هي فين. الفاتورة عندي مدى الحياة. يلا. ولا يا جناب وانت عسل، ولا يا جدري شايف فتلة قد جناب وطول الفتلة شوية. ها نقول لك كلمي براحتك بقى. من امتى ايه؟ من هنا وراجع. ايه؟ مستغربة ليه يا بنت؟ تيت 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 ايه؟ انا بتقفل في وش السكة. ما انت غلطان يا غريب. حد يكلم واحدة ست بالشكل ده؟ ست ايه دي؟ مش ست، دي اختي. ولا هايلها سيفها لغايه ما تطمن عليه. انا هطلبها لك اهو. تصدق وتؤمن بالله لوم المكالمات دي على حسابك؟ انا كنت جريتها من شعرها كده في التليفون. الو. ايوه يا نونا يا اختي، كده برضه تقلق اخوك عليكي. ده انا حتى ما حطيتش لقمه في عينك من صباحيه ربنا، ولا لساني لعب جوه زوري من ساعه ما مشيت يا اختي، وقلقان عليك، ولا ناقصتك اي لقمه لحد ما تيجي. انت فين بقى يا نونا؟ ايه غريب مالك؟ انت فين؟ انا مطرح ما انا يا اخي. عايز ايه؟ عايز تفهمني ان انت حنين قوي؟ طب ايه رايك بقى انت عامل زي الوز في مشوار؟ يو عليك. خلاص هخلص وهاجي على طول. مفاجأة؟ يعني هيكون مين اللي عندنا؟ طب أستر بقى، هخلص مشواري وجاية على طول. يلا سلام. لا مؤاخذة يا بيه. ولا يهمك، كملي. يعني أنا كنت بقول لو أقدر أعمل حاجة كويسة للمرحوم، صدقة جارية يعني، نزور مستشفيات السرطان ونديهم حبة فلوس، نجيب شوية بطاطين ونفرقهم على الغلابة، نجيب حبة أكل ونديهم لملاجئ الأيتام. أهي تبقى صدقة تروح له وتنفعه في آخرته، هو كله من خيره. يا سلام، سبحان الله. قد كده نوح باشا كان بيعرف يقرا الناس كويس. شوف يا هانم، الكلام اللي بتقوليه ده كلام نبيل وعظيم جدا، بس الحقيقة هيحتاج منك فلوس كتير. وماله يا بيه؟ هو اللي سابهولي المرحوم قليل؟ أيوة الباشا ساب قصر وأرض وشقة، ودي حاجات ما تعتبرش سيولة. هما يعني مش بتوعي؟ أهو نبيع حتة أرض ولا نبيع حتى الشقة، وبتمنهم نعمل الصدقة الجارية، وهو كله من خيره. طبعا من حقك، بس المسألة يعني مش هتبقى على طول، هتحتاج وقت، خصوصا ان انا ملخوم الايام دي في اعلام الوراثة وتصفية ديون المرحوم قبل توزيع التركة. معلش، أي كل تأخيرة وفيها خيرة. المهم ما ننساش ونحط الموضوع ده في بالنا. ومتأسفة يعني يا أستاذ إذا كنت اترزلت على حضرتك وجيت صحتك من بدري. لا ولا يهمك، تحت أمرك، وربنا يقدرك على فعل الخير. آمين يا رب. آمين يا رب. انت كنت لازم تطمن عليها يا غريب، على الأقل تعرف جاي امتى. طب بقول لك ايه، بدل ما نتعب نفسنا تعال نضيع وقت، تعزمنا على الفطار على حسابك لحد ما تيجي. كل انت بس على ما اعمل التليفون ده. ايوه يا عم. ايه الاخبار؟ طمني. كلينا يا معلم، علاقتها بالسوبر ماركت والجزار وبتوع الخضار وعربيه الكشري تحت البيت طبيعيه جدا، والناس هنا عارفين انها من عيله بشوات جرى عليها الزمن وان مخها طاق شويه. الى هنا انتهى تقرير علي الارندلي من امام منزل دوله الارندلي، وشكرا. يا ابني بلاش تخلط الجد بالهزل، خليني اخد المفيد واخلص. ماشي يا معلم. بتاع السوبر ماركت بيقول انها بتحب الورد وسمك الزينه وعبد الوهاب. شو بدي اقرا يا النبي؟ وما سمعتش حواديت عن الراجل اللي ساكن قدامها ده؟ الاستاذ متولي؟ ايوه اللي جه العزا. عنهم مع بعض لا، انما بقى عنه لوحده بيقولوا انه نمكي وبراوي وما بيسيبش باقي، ما بيرضاش ياخد بالباقي لا نعناع ولا كبريت. تمام خلاص، روح انت شوف مصالحك بقى ونتقابل بعد الظهر في البيت. ماشي يا عبويا. يا عم فين الشط ده يا عم؟ انت مطنشنا ايه؟ يا باشا
انا هنا اهو. امشي ورا مناخيرك وانت توصل لي. هنا ناقصك انت كمان يا استاذ زفت. عشان اعزم الراجل ده. ده يفطر لحمه على الصبح يا دني. بالمنصورة الدور الثاني. خد يا أيوب، في العنوان ده هتسأل عن السيدة أشجان ماضي السعيد، هتسأل عليها وتطمني من غير ما حد يحس بيك خالص. من بعيد لبعيد يعني يا أستاذ؟ أيوة من بعيد لبعيد. من عينيا. خد دول بقى عشان لو احتجت إنك تبات ليلة ولا اتنين براحتك ما يهمكش، المهم إن أنت ما ترجعليش إلا وأنت جايب معلومات كاملة عنها. خلاص؟ خلاص يا أستاذ. توكل على الله. السلام عليكم يا أستاذ. مع ألف سلامة. عرفت هتقول له ايه؟ ايوه. مش عايزها كبيره، المهم تبقى واضحه. والحكايه دي تتكلف لها كام كده يا ولد؟ متهيألي كده 20. 20 يا لا يا استاذ 10 سم بس لو سمحت. نعم 10 جنيه بس عشان ارضي العين. حاضر. خد ياض اديله 8 وخد الجوز جنيهات ليك، وقول له المعلم الجوكر بيقول لك هم 8 مفيش غيرهم، واستنى على ايده لحد ما يخلص وقتها معاك وانت جاي. مش هستنى لما تنشف. تنشف ايه يا هلا؟ هتنشف على ايدك وهي جايه في السكه ومعلقه في الحته اللي بنلعب فيها كل ليله. يلا طير بسرعه يالا. مش كنت تدخل تريح جدتك على الكنبه بدل ما انت قاعد في الشارع كده؟ كتر خيرك يا غريب. لا خلينا قاعدين في الهوا كده احسن. ايوه يا قطر، بقول لك عدى عليا بعد الظهر في البيت ضروري، يعني على الساعه 6 كده انا بصحى للدوبه كده. يلا مع السلامه. انت بتتكلم كتير قوي في الموبايلات يا استاذ. هو خط ده برضه ولا كارت؟ لا ده خط بقى. يا لهوي ده زمان الفواتير بتيجي تقطم ظهر البعيد. بالمناسبه هو البعيد بيشتغل ايه؟ انا ما قلت لك يا عم قبل كده امارتي. ايوه يعني قبل المهنه بتاعت امارتي دي كان في مهنه تانية ايه؟ كنت صنايعي مفيش ليه مثيل في الدنيا دي كلها ولا في العالم كله. صنايعي ايه بقى؟ كنت بلحم فوانيس رمضان، يعني عشق الصاج في الازاز كده ويتعمل لحد ما يخرج الميه. جت الفوانيس الصيني البلاستيك دي خربت الدنيا ووقفت سوق الفوانيس. قلت اشتغل مسحرات، جت دش يا عم مسهر الناس طول الليل لحد الصبح، مبقاش حد محتاج مسحرات ايه. بس بيني وبينك بقى سبحان الله ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا. كانت انهار اشتغلت وبقت هي اللي بتصرف على البيت وتتعب نفسها وتشقى عشان ترد لي الجميل. طب وانت؟ مستني رد الجميل يا عم وعايش والحمد لله. سبحانك يا رب. اهي بص جت على السيره اهي. لا اله الا الله. اهلا يا نهار، صباح الخير. صباح النور يا عبد البديع بيه. الحمد لله ان انت جيت، وفرت عليا مكالمه تليفون. انا عايزاك في حاجه محدش يعرف سكتها غيرك. أعوذ بالله من الشيطان لا مؤاخذة سعادة البيه. تعال استنى رايح فين؟ يا اقعد اقرا الله يكرمك. اقرا من قلبك، كل ثواب للمرحوم. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ابويا ما كانش مصدق اني نازل افتح، وقال لي يا ابني علي هيزعل. استغرب قوي اصلا لما عرف ان انت اللي قلت لي افتح، وهينزل يفتح هو كمان دلوقتي. حزن في القلب يا عم نديم. بس هو انا ليه يا زعيم حاسس انك مش زعلان على الباشا الله يرحمه؟ قلت ايه؟ يعني كنت متخيل انك هتبقى زعلان اكتر من كده شويه. صدقني لو قلت لك ان انا كمان مستغربني قوي. انت عارف ان مفيش ولا دمعه واحده نزلت من عيني عليه، ولولا اني متاكد 100% اني كنت بحب الراجل ده جدا وبموت فيه وبحب هزاره معايا، كنت اول واحد قلت اني كبير وما بحسش. بس اللي حصل غريب. ابويا مثلا بكى كتير عليه لدرجه انه جاله ذهول وحس ان هو بيحلم.
حتى نوح باشا الله يرحمه لما مات ولخبط لابويا حساباته، فضلت في عينه دمعة حيرانة على الراجل ده. بص كده يا نديم في عيني، شايف حاجة؟ بص كويس. طب انا اسف يا زعيم. طيب ولا يهمك يا نديم. بقول لك عايزين نصفي حساباتنا اللي بره عشان هنقفل المحل فترة، وما تسألنيش قد ايه. ابويا عايزنا انا وانت جنبه، وبرضه ما تسألنيش عايزنا في ايه لان ما اعرفش اي حاجة. ماشي؟ ماشي. تتفضل معانا عبديع بين معاك بالواجب. انا ان شاء الله هبقى اجي تاني. المهم خلي بالك من الانهار يا غريب. دي الشات الوحيده يا جناب وما تقلقش. كنت عايزه اتكلم معاك يا عبد البديع بيه. انا كمان عايز اتكلم معاك يا انهار بس مش وقته. روحي دلوقتي ونكلم بعض في التليفون ونشوف هنتقابل ازاي. هكلمك اخر النهار ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على السلامة يا صاحبي، هكلمك آخر النهار أنا كمان عشان آخد رأيك في موضوع حووي. كلمنا أي وقت يا غريب، ما أنت معاك نمرة الموبايل بتاعك. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. ايه؟ هو أنت مش جاي معايا البيت ولا إيه؟ لا اطلع عادي، روح أنت عشان أنا عندي مصلحة لازم أطمن عليها الأول. ايه رايك بقى يا معلمي؟ الله ينور عليك يا فلان. يلا حجر مارادونا متغمز ياض للمعلم. عينيا. فيلا في كاردن سيتي ولا الزمالك؟ مشوار مهم. صدق الله العظيم. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. أنا لا تتكلمي عن نفسك. إن شاء الله أنت لوحدك. الله يرحمك يا عمي. إن شاء الله هتخشي الجنة. إلهي ما يولد على جنة ولا يشم ريحتها. ميرسي، شكرا يا عمي إنك اديت لي كل حقي. كسر عقك منك له. فلوسي وتعبي وشقايا الله يخرب بيوتكم. بذمتك يا عبد البديع في أعدل منه؟ الضلال البخيل بتاع المال. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون. عمري ما كنت هسامح نفسي لو كان جه عليا الليل وما زرتش عمي الله يرحمه واشكره على كل اللي عمله لي. ميرسي يا عبد البديع انك جيت معايا. انت بتقولي ايه يا دار؟ ده انا اللي اشكرك. المرحوم الله يرحمه كان وحشنا والله يسامحه بقى. ايه؟ يسامحه انقطع بينا. سابنا لوحدنا في الدنيا الواسعه دي. اتفضلي اتفضلي. يا سلام على الإخلاص. اي والله اي والله. مرتين في يوم واحد. يا اخوانا بقول ايه؟ ما بلاش شحطتها وخلينا هنا يمكن يرجعوا مرة تالتة. معاك حق. انتوا ايه حكايتكم النهارده؟ ولا هي طالبه مع جوازكم مشاريع؟ يبقى رتيبه بقى نزلت لك لوحدها. هي المشكله مين فيكم اللي نزلت؟ انا مش فاهمه انتوا متسربعين على ايه؟ ده بديع يا حبه عيني لسه بيلف حوالين نفسه بعد الراجل ما قطع بيه. يعني هي جت على ساعته يا أبلة ولا انت بقى بتعزي رتيب اكتر مني؟ لا يا اختي وعلى ايه؟ قولي انا سامعاك. سعاتوة عايز ياخد دكانة علي ونديم يفتحهم على دكانته ويفتح الدكانتين على المخزن اللي ورا. ساعتها بقى يا أبلة يبقى معرض سلع معمرة بحق وحقيقي مش على اليافطة بس. طب وعلي ونديم يروحوا فين؟ ده لسه عياله بيبنوا مستقبلهم وهو سي عبد البديع هيسيبهم؟ ده تلاقيه مخطط لهم خطط ومتكتك لهم تكاتيك عشان مستقبلهم خصوصا بعد ما ربنا اداله. حسرة عليا انا الوحيده اللي في كل بطني ما شالتش. يعني لو كان عندي عيل ولا 2 مش كان زماني نبني من الحب جانب. كله بيفكر في روحه والسلام.
مفيش حد بقى حاسس بحد. يعني عليك يا لطيفة، اتنسيتي لما ظهرت الفلوس. الود زاد والهدايا كترت، وكله عمال مستني نصيبه من التورته اللي جات لعبد البديع الأرندلي. يا لطيفة يا بنت الحزيني، هتلاقيها منين ولا منين؟ ها قلتي ايه بقى في الكلام اللي انا قلته لك دلوقتي؟ حاضر يا اختي، هقول لبديع كل اللي انتي قلتيه ده، ونبقى نعمل مجلس عيلة، وساعتها بقى اشرحوا كل اللي انتوا عايزينه براحتكم. حاجة تانية يا اختي؟ غريب اخويا شافك وانت جاي على هنا. انا عملت حسابي وركنت العربيه بعيد عن الحاره، وانا داخل اتسرقت من جنب القهوه، محدش شافني. بس ليه كل ده؟ ما انا قلت لك انا عايزك في كلمتين سر، واخويا غريب شبطه، لو خد خبر بيهم مصر كلها هتعرف بيهم بعد نص ساعه، وابقى بدل ما احسنت للراجل اللي احسن لي هبقى فضحته بعد موته. فضحتيه بعد موته ازاي يعني؟ انا مش عارفه ابتدي منين بس يا استاذ عبد البديع. الراجل دلوقتي من ايدي ربنا، واللي ربنا ستره في الدنيا ما ينفعش احنا نفضحه بعد ما ماتوا. انا كان قلبي حاسس ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل، عشان كده كتب لك المبلغ الكبير ده. اتكلمي يا نهار، خلصي ذمتك من ربنا واتكلمي، وانا بشرفي لو في حاجه هتضرني انا مسامح فيها، بس اتكلمي. بس توعدني ان انت تسامحني على اللي انا عملته وضرك. اوعدك، بس اتكلمي بجد. قصدك ايه؟ ايه في ايه؟ انت اللي في ايه يا كلام الحكمدار؟ اوعى بنت اللي عامل فيها صاحبي. ما تفضحناش. الصبح تجيب لي موبايل وبالليل تعتدي على عرضي. تتفرج عليك. اوعى يا بنت. حرام عليك. بس العيب مش عليك يا باشا، العيب على الفجرة اللي فتحت لك في غيابي. عايزين تفضحوني في المنطقة وتأثروا انت اللي رقبتي. فتحت نفسك ولميت علينا الناس بجعورتك دي. ناس مش ناس، مش غريب الجوكر اللي يتثبت ولا حد يعرف يلعب عليه. طب استنى مش عادي يا منطقة. استنى انت غريب الجوكر ياخد طاره بقرن غزاله. استنى بما انك انت اللي فضحت نفسك وفضحتنا كمان، انا هصلح غلطتي، انا هتجوزها. تتجوزها؟ هو فيلم حرب حمدان بنعمله عليك ولا ايه؟ اتشهد على نفسك مروءة مني. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. سامحني يا رب.